بصي، انا مش جايه اقولك كلام نظري ولا هعملك سيناريوهات خياليه من افلام ولا مسلسلات. انا جايه اكلمك عن الحقيقه، عن العلاقه بين الزوج والزوجه، العلاقه اللي ياما كتير ناس اتكلموا عليها، ويا اما تخليه يبقى اسعد راجل في الدنيا، يا اما تحسي انك لوحدك حتى وانتي متجوزه. فلو انتي حاسه ان العلاقه بينك وبين جوزك بردت او حتى خايفه تبرد، اسمعيني للاخر، لاني هقولك النهارده اسرار وامثله وحلول لو مشيتي عليها هتغير حياتك 180 درجه. اول نقطه، التعب موجود، بس الحب بيحيي كل حاجه. كلنا بنتعب، شغل، عيال، بيت، مسؤوليات. بس السؤال هنا، لما بتتعبي بتعملي ايه؟ بتسكتي وتقفلي على نفسك، ولا بتخلي التعب فرصة لحضن دافي؟ تعالي اقولك موقف. هند بتحكي، كنت بشتغل 12 ساعة في اليوم وبرجع البيت مش قادرة اقف. جوزي كان بيحاول يقرب وانا بقوله مش فاضية، سيبني. بعد فترة لاحظت ان جوزها بدأ يبعد، فقررت تغير طريقة رد فعلها. بقت لما تكون مرهقة تحضنه وتقوله ببساطة انا هموت من التعب بس وحشتني. تخيلي، مجرد كلمة بسيطة، حضن بسيط، رجعت دفى للعلاقة. والحل العملي هنا، لما تتعبي ما تعمليش جدار بينك وبين جوزك، خليكي حنونة حتى لو بكلمة أو لمسة. تاني نقطة، الخناقات ملهاش مكان جوه السرير. الخناقات مكانها في الكلام العادي، مش وقت العلاقة. موقف تاني، شيماء كانت بتدخل السرير وهي مكتومة، مخنوقة، ووقت العلاقة كانت باردة ومش حاسة بحاجة. جوزها حس بيها وقال لها أنا مش حاسس إنك معايا. ومن وقتها اتفقت مع نفسها، قبل ما أدخل السرير أي حاجة مضايقاني لازم أتكلم فيها أو أأجلها لوقت تاني. الحل العملي، السرير بيبقى للود والراحة مش لتصفية الحسابات. قبل العلاقة ريحي نفسك نفسيا. لو متضايقة خدي 5 دقايق مع نفسك، اتنفسي، صلي ركعتين أو حتى قولي لجوزك بهدوء أنا متضايقة ومحتاجة حضنك أكتر من أي كلام تاني دلوقتي. تالت نقطة، المبادرة مش عيب. كتير من الستات مستنية الراجل يبادر دايما، بس الراجل كمان عايز يحس انه مرغوب. تعالي احكي لكم موقف. مرو قالت لي كنت مستنية جوزي دايما يبدأ وانا قاعدة بستناه لحد ما قررت في يوم ابادر انا. رميت عليه حضني فجأة ومسكت ايده، بصيت في عينه وقلت له وحشتني قوي. تاني يوم لقيته بيحضر لي عشا رومانسي من نفسه. الحل العملي، ما تخافيش تبادري، حضن، لمسة، كلمة حلوة، مش بس عشان العلاقة لكن عشان تبني جسر بين قلبك وقلبه. رابع نقطة، الكلام البسيط بيقلب الدنيا. في ستات فاكرة ان الكلام ملهوش لازمة، غلط طبعا. الكلمة اللي بتطلعيها من قلبك ممكن تخليه يحس انه ملك العالم كله.
موقف آية بتحكي في نص العلاقة، بصيت لجوزي وقلت له أنا بحبك قوي وانت بتبصلي كده. بصلي نظرة ما شفتهاش قبل كده في حياتي. الحل العملي: ما تستنيش المناسبات. في أي لحظة حسيتي بشيء حلو اتجاهه قولي، حتى لو كنتي مش بتعرفي تعملي كلام كبير. قولي جملة صغيرة: بحب حضنك، مبحسش بالأمان غير معاك، أنا بحب ريحتك. 5 نقطة: العلاقة مش بتخلص لما تخلص العلاقة. في ستات بمجرد ما تخلص العلاقة تقوم تجري تشوف العيال أو ترد على الموبايل. غلط جدا. موقف: سارة بتحكي كنت بعد العلاقة أقوم على طول. جوزي حس إن العلاقة بينا بقت مصلحة مش إحساس، فقررت أخد دقايق أبصله، ألمس وشه، أقول كلمتين حلوين. بتقولي الفرق كان رهيب، بقى بيتكلم معايا بعدها بحب، بيحضني بصدق. الحل العملي: بعد العلاقة خدي دقيقة، حتى لو تعبانة خدي حضن، ابتسمي ليه، قولي جملة زي كنت محتاجاك النهاردة أو بحبك أكتر كل يوم. ببساطة يا جماعة، العلاقة الحميمة مش بس جسم، دي مشاعر، حب، أمان ولهفة. ولما تعرفي تحافظي عليها بحب صادق ولمسات صغيرة هتلاقي جوزك بيرجعلك بكل شوق الدنيا. افتكري، انت مش محتاجة تكوني كاملة، انت محتاجة تكوني حقيقية. لو عجبك الفيديو دوسي لايك واكتبيلي في الكومنتات ايه اكتر حاجة نفسك تعمليها مع جوزك وتغير حياتكم للأحلى.